بينا من خلال الفيديو التحليلي السابق بما لا مزيد عليه جهل الوهابي الفظيع بما في كتبه فضلا عن كتب مخالفيه، واتضح أمام الجميع أنه عاجز تماما عن الرد فيما أورده عليه سماحة الشيخ أحمد سلمان. والآن نحن بصدد تبيان أمرين مهمين. الأول أن الوهابي ادعى كذبا وزورا في المداخلة السابقة مع الشيخ أن الشيعة يكفرون جميع الصحابة والعياذ بالله، فرد عليه الشيخ هذا الكلام وكشف كذبه، وأورد له رواية من كتب الشيعة تصرح أن الصحابة العدول بالألوف، ولكن الوهابي كالعادة أنكر ذلك وطالب بالمصدر لأنه جاهل أحمق. زين، سأجيبك. وعندنا رواية أخرى أن عدد الصحابة العدول بالألوف رواه الصدوق بسند صحيح، والمراد من هذه الرواية ليس موجود عندنا. مثل ما ذكرت إنك لا تقول بردة كل الصحابة بعد النبي، وعندنا الصحابة بالألوف، العدول بالألوف. ممكن تقرأ لي النص الذي جاء عندك بأن الصحابة عدول بالألوف؟ اتفضل. جاء في كتاب مستدرك سفينة البحار للعلامة الشاهرودي الجزء السادس في الصفحة 173 قال: فيما يتعلق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، باب فضل المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة والتابعين وجمل أحوالهم. ونقل الرواية عن كتاب الخصال للشيخ الصدوق، وقال: في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله 12,000 8,000 من المدينة، و2,000 من أهل مكة، و2,000 من الطلقاء، لم ير فيهم قدري ولا مرجئ ولا حروري ولا معتزلي ولا صاحب رأي، كانوا يبكون الليل والنهار ويقولون: أقبض أرواحنا من قبل أن نأكل خبز الخمير. الأمر الثاني فيما يتعلق بالأسلوب الصبياني الذي مارسه هذا الوهابي ضد سماحة الشيخ، حيث كان في أكثر من مرة يقاطع ويتدخل في وقت الشيخ. حد قدام الجمهور اديني دليل ان الشيعة تكفر كل صحابة النبي الا 3 أو 4، وفي رواية 7 كمان. اتفضل كمل يا شيخ. عزيزي قبل الوقت، هل هذا من الأدب أن تقاطعني؟ هل هذا من الأدب؟ هل من الأدب أن تقاطعني وتأخذ من وقتي؟ لا، أكمل ثم رد. أكمل كلامي ثم رد. يعني هل لا تستطيع الصبر؟ انظر، أنا لم أقاطعك أبدا. اتفضل. دائما أنتظر إلى الانتهاء. إذا كان هناك أحد يضغط عليك قضية أخرى. على كل حال، بل حاول أن يخلف الاتفاق ويعطي للشيخ 3 مداخلات، رغم أن الاتفاق مسبقا يقضي بأن يسمح للشيخ بالتكلم في 4 مداخلات، وهذا ما أقر في بداية الحلقة الماضية. هو اشترط علي قبل بداية اللقاء أن أذكر الشروط التي اشترطها، وأن يكون له أول مداخلة 5 دقائق دون مقاطعة، ثم بعد ذلك أن يكون له 3 مداخلات، في كل مداخلة 3 دقائق. نرحب بالأستاذ أو بالشيخ في هذا المنطقة. بشكر الشيخ أحمد سلمان على مداخلاته. هو كان طالب 3 مداخلات. هو موجود معانا ولا خرج؟ لا زالت عندي مداخلة عزيزي ترى. 4 مداخلات كان الاتفاق وليس 3. لا زالت مداخلة رابعة. طب اتفضل شيخ أحمد. الآن سؤالي واضح بالله عليك وما تشتتش حلقة. كلامنا هذا بمثابة تحذير لهذا الوهابي،
حيث ستجري هذا اليوم الليلة مداخلة أخرى للشيخ مع نفس الشخص وفي نفس البرنامج. فنأمل من الوهابي ألا يقاطع وألا يستخدم ذات الأسلوب الصبياني في التعامل مع مجريات المناظرة، فنحن نعلم تماما أن الحق ثقيل جدا على مسامع الوهابية.